السلام عليكم. اليوم جبت لكم كغاطان بخضيره مشويه كيجي غزال. الريحه ديال ديك الخضيره ملي كتكون كطيب رائعه، وواحد القوام وواحد المذاق اكثر من رائع. ما غاديش تحتاجوا لا تشحروا الخضره ولا حتى حاجه، كيوجد بسرعه ولكن كيعطي واحد النتيجه غزاله. وغادي نوجد معكم كذلك فلون بدون سكر ابيض. الفلون ديال الفران كيجي القوام ديالو زوين كريمي وما تحتاجوش كاع لا كراميل لا سكر. تبعوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير. غادي نبداو بالكغاطان. نحتاج واحد الطنجاله اللي حيدت لها نص القشر وخليت النص وقطعتها مربعات. غادي ناخذ واحد البصله متوسطه حتى هي قطعتها رقيقه كيف ما كتشوفوا، وواحد الثومه اللي غسلتها مزيان وقطعتها من النص. غادي نحتاج واحد الفلفله مقطعه بهذه الطريقه هذه، وغادي نحتاج جوج مطيشات اللي مقطعين. غادي نحتاج زيت البلديه، فروماج اي نوع فروماج الدهن بغيتو اللي كان متوفر عندكم، ومليحه. في واحد اللاطه غادي نديرو الخضره ديالنا. نبداو بالدنجال ونديرو جميع الخضره اللي عندنا. بالنسبه للمطيشه فانا هنا خليتها بالقشور، ولكن لما كيعجبكمش القشور ممكن تحيدوها عادي. غادي نحط داك الثومه. راه غير جربوا هاد الكراطان، راه كيجي شي حاجه مختلفه وبلا لحوم، كيجي غزال. غادي ندير هنايا الفلفله ديالي، وغادي نضيف هنا الملحه. انا هنا اكتفيت غير بالملحه، ممكن الا كيعجبكم الابزار تزيدوا واحد شي شويه ديال الابزار حتى هو. وهنايا غادي نضيف زيت البلديه. غادي ندير واحد الكميه شويه مهمه ديال زيت البلديه باش طيب الخضره ديالنا ما تكونش يابسه. غادي نحرك داك الخضيره باش تلبس بالزويته اللي درنا. وهنايا غادي نضيف الفرomاج. فما تخافوش، راه الفرomاج ما كيتحرق ما حتى شي حاجه، وممكن تستعملوا اي فرomاج عندكم. هنا تقريبا درت واحد 150 غرام حتى 200 غرام الا بغيتو. غادي ندير فوقها حتى هي شويه ديال الزيت. غادي نسخن الفران على 180 درجه ونديروا الخضره ديالنا طيب من الفوق للتحت حتى طيب مزيان. هنا بعد ما طابنا الخضره غادي نخويو داك الثومه. راه ما كيجيش مذاقها كتير. وغادي بواحد الفرشيطه غادي نمعكو ديك الخضيره كامله. الا عندكم وليداتكم ما كيعجبهمش الخضره تجي باينه، فممكن تطحنوا هاد المكونات كامله مع واحد شويه ديال الماء د ليباد. هنايا بعد ما ساليت غادي نضيف ليباد اللي سلقتهم ديجا. انا هنايا استعملت هاد النوعيه هادي سون غلوتين، ولكن ممكن تستعملوا اي نوع بغيتو، لي بات العاديين لي بات كومبلي، فهذا كيبقى اختيار ديالكم. وغادي نبدا نحركهم مع بعضياتهم حتى تلبس لنا داك لي بات كاملين بديك لاصوص، ونبقى نزيد لي بات بشويه بشويه. هنا صافي بعد ما ساليت، فممكن تحبسوا هنايا وتاكلوها بحال هكا، ما تحتاجوش كاع تغراتينيوها. انا هاد النهار فضلت ندير لها شويه الفرomاج وندخلها للفران. غادي ناخذ هنا واحد لاطه ندير فيها لي بات، وغادي ندير فوقها شويه ديال الفرomاج. راه غير جربوها، راه كتجي غزاله. نتمنى الا عجبتكم ديروا شير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هنا صافي غادي ندخلها غير بالفرomاج ونخرجها، ما غاديش حتى طيب واحد المده طويله. هنا صافي بعد ما طابت فشوفوا كي كتجي، راه كتجي رائعه. غير جربوها وردوا عليا وقولوا لي كي جاتكم. راه كتجي فنه، وداك المذاق الخضيره مشويه كيعطيها واحد الطعم رائع. وهنايا غادي ندوزو نوجدو الفلون. اول حاجه نحتاجو نص سيطرو ديال الحليب، معلقه كبيره ديال العسل الفاني، وثلاثه ديال البيضات. في واحد الكاسرونه غادي نديرو نص سيطرو ديال الحليب حتى يغلي. في واحد لو بول غادي نديرو ثلاثه ديال البيضات ديالنا، من الاحسن يكونوا بحراره المطبخ.
غادي نزيدو عليهم ديك المعلقه العسل. هنا ممكن تستعملوا العسل، ممكن تستعملوا عسل التمر او عسل الخروب اللي بغيتو نتوما. وغادي نضيف هنايا الفاني، وغادي نحركهم مزيان بالفواه حتى ينسجموا مع بعضياتهم. هنايا غادي ناخذ الحليب وغادي نبقى نكبو غير بشويه بشويه. ما تكبوش الحليب سخون على البيض في دقه واحده، حيت داك البيض كيطيب وكيطلق واحد المذاق قبيح وحتى الشكل ديالو ما كيبقاش زوين. فغير بشويه بشويه حتى نكملوا الكميه كامله ديال الحليب وحنا كنحركو بطبيعه الحال. من بعد ما غادي نسالي، فضروري ضروري ضروري خاصكم تصفيوه. غادي نصفيه هنايا وغادي نرجع معكم. هنايا خديت واحد اللاطه درت فيها الماء سخون، وهادوك لي بول درت فيهم شويه ديال العسل ديال التمر. ممكن تستعملوا العسل ديال التمر او العسل الخروب. ودهنتها مزيان من التحت وكبيت عليها الخليط ديالنا. وبالنسبه للماء اللي درت في اللاطه فهو الماء يكون سخون، والفران غادي نسخنه على 180 حتى ل 200 درجه من الفوق والتحت، ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. اذا ما بغيتوش تنسموهم بالفاني فممكن تنسموهم حتى بقشور ديال الاورنج، راه حتى هو كيجي زوين. انا مره كنديرهم بالفاني، مره كنديرهم بالقشور ديال الاورنج. هنا بعد ما طابوا لنا باش كتعرفوهم طابوا كنديروا فيهم واحد الموس وكيخرج ناشف. غادي نخليهم يبردوا برا ومن بعد ندخلوهم للثلاجه تيبردوا تماما. هنا بعد ما وجدنا فراه كيجي المذاق ديالو زوين، كيجي القوام ديالو كريمي ورائع. نتمنى الى عجبتكم لا فيديو ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، ونتلاقاو في فيديو قريب ان شاء الله.